أهلا بكل متابعينا الكرام. بعد رفع سعر البنزين والمحروقات عموما، تم رفع التعريفة للمواصلات العامة. وفي الفيديو معنا محافظ القاهرة يتابع التزام وسائل النقل بالتعريفة الجديدة، يعني على أساس إن السواقين ما يرفعوش على الركاب سعر المواصلات. هنتابع مع حضراتكم الفيديو من ميدان عبد المنعم رياض ونرجع لبعض. والثروة المعدنية يعني وفق ما أعلنته لجنة التسعير التلقائية المعنية بتحديد ومراجعة وتنظيم أسعار المواد البترولية. تم زيادة أسعار المواد البترولية في المحافظات الجمهورية، وبناء عليه وجهت وزارة التنمية المحلية بتعليم كافة المحافظات والسادة المحافظين بمتابعة ذلك على أرض الواقع. وهنا في محافظة القاهرة السيد الدكتور محافظ القاهرة حرص على إجراء دورات تطبيقية في عدد من محطات المرور، وكمان في المواقف الداخلية التي يعني تربط محافظة القاهرة ببعض البعض، وكمان المواقف التي تربط القاهرة بمحافظات الجمهورية المختلفة، للتأكيد على كافة التسعير بعد رفع مزيد من التفاصيل معنا في هذه المحطات بعد التحية. ما مدى الالتزام الذي لاحظتموه منذ أن تم تحريك سعر المواد البترولية، ويعني كيفية هي الأمور على أرض الواقع هنا في المواقف المختلفة وكذلك في محطات الوقود؟ طبعا صباح الخير. عايز اقرب منه عشان الصوت بس. ماشي، اقرب منه عشان الصوت. طلع لايف كمان. طلع لايف بس عشان ماشي بعيد عن الكاميرا. عدلنا وراعينا طبعا. ماشي خلاص احنا واقفين، احنا باللوجو بتاعنا يا باشا. راعينا برضه المسافة، راعينا برضه عدد الرحلات. كان في تنسيق ما بين كل محافظات الدولة مع السادة المحافظين بحيث تبقى نفس التعريفة. القاهرة في تنسيق عشان ما يبقاش فيه اي استغلال ولا اي تضارب. الحاجه الثانيه في بقى وسائل تدقيق والسيرفيس والخاصه والمتابعه ومتابعه الالتزام. في المواقف علقنا بالمسابقات الخاصه بالتشكيله الجديده والقرارات، مسابقات لسه على السيارات. الناس اللي ما بتعملهاش التعريف الجديده لسه شغالين بزياده سيادة المحافظ متوسط الزيادة فيما يتعلق بتعريفة الركوب يعني وصلت إلى والله عايز اقول لك انا هدي مثال بس يوضح. يعني مثلا اي العاديه 9 جنيه برضه بيبقى في بعد اتجاه الدولة حضرتك كنت اشرت ان في غرفه عمليات طبعا مركزيه لمتابعه الاوضاع وهذا الشان، هل رصدتم حتى هذه اللحظه اي مخالفات او اي خروقات؟ وفي نفس اللحظه اذا كان هنالك عقوبات، ما هي العقوبات الموقعه على من يعني يخالف؟ طبعا عندنا مركز السلامه السيطره نظام مرتبط بمركز الازمات ووزاره التنميه المحليه ومركز في عندنا طبعا 114 مقاطعات. بس دلوقتي ما جالناش اي قرار اي مشاكل. انا عايز اقول حاجه، الناس بقى عندها وعي، وعي عن وعي عن مش عايز اقول لحضرتك مثلا يعني
نظام الموافق امبارح كان عندنا استجابه السلام كل حاجه يعني الدوله لا دي حاجه منظمه جدا فيعني نحاول نخدم كدوله يعني نقول للناس لا يا باشا نادينا بصينا مثلا عارف لو بصينا دكتور ابراهيم صابر محافظ كرم الشكر يا فندم على هذا التقرير. اذا متابعينا الكرام ما لاحظناه منذ الساعات الاولى التزام تام بالتسعيره الجديده في مختلف المواقف الداخليه داخل نطاق محافظه القاهره، وكذلك ما يتعلق بالمواقف التي تربط القاهره بالمحافظات الاخرى، وايضا التزام تام وانتظام لحركه المرور وحركه العمل داخل مختلف محطات التزود بالوقود على ضوء التحقيق الاخير باسعار الوقود وما اعلنته وزاره البترول والثروه المعدنيه. شكرا موصول لحضراتكم وعوده الى الزملاء بالاستوديو. سيادة المحافظ، يعني حالة من التخوف لدى المواطن والترقب من التلاعب في التعريف الجديد، ما هي يعني العقوبات التي سيتم توقيعها في حال ضبط احد اي من السائقين يتلاعب مثلا في التعريف الجديد؟ يعني بص حضرتك، احنا موجودين، السيد مدير مديريه التوجيه، الناس كلها متواجده، نائب المحافظ، رؤساء الاحياء، الناس كلها موجوده. بنتابع هذا الامر بشكل بنتابع هذا الامر في متابعه غرف عمليات، مركز سيطره، التمويل، الاحياء، بنتابع هذا الموضوع بشكل جيد بحيث يبقى فيه التزام بالتعريفه الجديده. يعني زياده يعني زي ما حضرتك في ما هياش حاجه يعني كبيره جدا، دوت 2 جنيه في المتر، وبالتالي ده برضه في الاجره برضه ما زادش كتير. بقول لحضرتك هيئه النقل العام من 9 ل 10 جنيه الاتوبيسات، يعني حاجه مش كبيره. فان شاء الله يبقى في التزام، الناس بقى عندها وعي، واحنا عندنا ثقه في منظومه النقل بشكل عام. الساده السواقين بقى عندهم، السائقين بقى عندهم وعي. احنا بنعلق التعريفه الجديده عشان الناس تبقى عارفاها في كل المواقف، في ستيكر بيتحط على الميكروباصات عشان الناس تبقى عارفه بحيث يبقى في التزام. طيب اللي مش هيلتزم بقى لا، دي قصه ثانيه بقى، هيعرض نفسه للمساءله. هل في طرق للابلاغ عن المخالفين؟ في طرق موجوده، حاجه المرور موجود، التموين موجود، رؤساء الاحياء موجودين، في خط ساخن 114 114 خط ساخن في عمليات المحافظه، في مركز السلام موجود، في مركز الازمات في مركز المعلومات في مجلس الوزراء، في وزاره التنميه المحليه، غرف عمليات. يعني في شكاوى كتير جدا وفي اماكن كتيره جدا ممكن دلوقتي يلجا ليها المواطن للابلاغ عن شكواه. واحنا بنتفاعل مع اي شكوى تارد الينا سواء في هذا الموضوع او غيره. اخر حاجه سياده المحافظ، زياده تقريبا 15% يعني؟ لا يعني هي مش 15، هي بتتراوح من 10 ل 15، يعني حسب بقى المسافه، حسب الرحله، يعني ما بيزيدش عن كده، ما بيزيدش عن 15% في اي حال من الاحوال. يعني انت مثلا ما تركب اتوبيس مكيف في القاهره كلها، تلف بين القاهره ما بيزيدش عن 20 جنيه مكيف، اللي هو سواء كان نقل جماعي او تابع لهيئه النقل العام. بقول لحضرتك احنا فوق ال 70 ما فيش بدون تذكره، من 60 ل 70 50% اي اتوبيس هيئه نقل عام، على مهما يبقى فيه زياده ومهما يبقى فيه اسعار احنا ملتزمين بهذا. اخر حاجه سياده المحافظ، رساله من حضرتك للسائقين وللمواطنين، رساله توعويه. يعني طبعا الناس بقى عندها وعي كبير جدا، الوعي زاد لدى المواطن ولدى السائقين، بقى فيه التزام. الناس التعليمات اللي بتيجي، الناس بقى عندها ثقه في الدوله، الناس بقى عندها ثقه في انه كل اللي بيتعمل ده للصالح العام، لمصلحه الدوله، المشروعات اللي بتتم، الخدمات اللي بتؤدى للمواطنين. يعني كل دي حضرتك بتزود من الثقه لدى المواطن في الاجهزه التنفيذيه بشكل. اشكرك جزيل الشكر لسياده المحافظ دكتور ابراهيم صابر، شكرا جزيلا.
هصحى كمان. انا عارف انا عملت لك قلق. ده بس عشان يجيبوا ازي حضرتك؟ بقى خطي مؤسسي عايز بتاعتك فعلا زياده جديده بتاعت ولا التعريفه موجوده لازم تعلقها معروف السعر ما ينفعش اكتر من تمام؟ صبر السلام. زي ما حضراتكم شفتوا مشاهدينا الكرام، يعني محافظ القاهرة يتفقد موقف عبد المنعم رياض لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة بعد يعني تعديلها وزيادتها عقب تحرير الأسعار البنزين والسولار أمس الخميس، واليوم صباح الجمعة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يتابع تطبيق التعريفة الجديدة. وأشكركم شكرا جزيلا.